أتحداكي إن مستحيل يجي على بالك الفكرة العبقرية دي. بقصة واحدة بس في منتهى الذكاء حولنا البنطلون للبلوزة الجميلة دي. يلا بينا نشوف. كل اللي عملناه طبقنا البنطلون بالنص بالطول بالشكل ده، وجينا عند البوز اللي هو عند بداية الحجر، وهنقصه كده بشكل إما دائري أو على شكل 7 حسب شكل الرقبة اللي انت عايزاه، وفردناه لقيناه اتحول لبلوزة بالشكل ده. بذمتك مش الفكرة تستاهل لاف جميل منك أو وردة حلوة؟ وعشان ما نزعلش حد هنحولك البنطلون يا برنسيس لكاش قمر كده. يلا بينا نشوف الفكرة، فكرة بسيطة وجميلة جدا. أول حاجة هنعملها هنقسم البنطلون ونقصه بالطول كده من الحجر لغاية الوسط، خلينا كل رجل لوحدها. وبعد كده البروز بقى بتاع الحجر بنقص من عنده بشكل مستقيم كده، وهنيجي نفتح الجزء المقفول اللي هو من الداخل للبنطلون، ونشيل الجزء اللي فوق اللي هو اللي فيه أستك. وطبعا كل حاجة بنعملها بننفذها بالظبط على الرجلين زي بعض. ونيجي بقى نفرد الرجلين ونحطهم على بعض، هيطلع بالشكل الانسيابي ده. ونيجي نقفلهم على بعض تاني عشان يبقوا معايا 4 طبقات. وطبعا لو في جزء بارز كده زي ما انت شايفة كده هتبدأي تقصيه بحيث ياخد الشكل الانسيابي الجميل ده. وطبعا اكيد طوله هيكون طويل لان هو بنطلون. هنيجي بقى ونستفيد كمان من الطول بتاعه، ونيجي نقص من تحت حوالي كده عرض 7 سنتي، نرجع نقصهم تاني عرض 7 سنتي زيهم، يعني نقصهم على مرتين. ونيجي بقى نخيطهم كده ونقلبهم بحيث يتكون عندي شريطين طوال. ونيجي من فوق ونقص شكل حردة الإبط كده من الناحية المفتوحة مش من الناحية المقفولة، ونفردها ونخيطها من الجنبين. ونتني طبعا حردة الإبط والجزء اللي هو فوق، بحيث الجزء اللي فوق لما خيطناه بنسيبه طبعا مفتوح من الناحيتين عشان هنحتاج ندخل فيهم الشريطة اللي احنا عملناها. وهنيجي بقى ندخل الشريطين بتوعي قدام وورا في الجزء اللي هو اللي احنا تنيناه، وهندككها كده بالمقاس اللي انتي تحبيه. وكل شريطين طبعا قدام بعض بنربطهم كده بفيونكة جميلة. وبكده عملنا كاش صيفي جميل جدا بطريقة في منتهى البساطة من بنطلون عندك كنت ترميه. ولو عجبتكم الفكرة وعاوزين اعمل لكم افكار زي كده كتير يا ريت تكتبولي في الكومنتس، وطبعا احب ان انا اسمع كل اقتراحاتكم لاي افكار تحبوها. شاو.